ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض حاجة جديدة اللي هي العمليات الحسابية أو الاريثماتيك اوبريتور. عندنا مثلا متغير من نوع انت، هنسميه مثلا نمبر 1، وهنقول إن هو بيساوي 10. وعندنا انت تاني هنسميها نمبر 2، هنقول إنها بتساوي 10. تمام. احنا دلوقتي عايزين نعمل عملية حسابية على المتغيرين دول، نجمع أو نطرح أو نقسم أو ننقص. تمام. فعندك طريقة من الاتنين، يا إما بتعمل برنت، جوه البرنت تقول له عايز نمبر 1 زائد نمبر 2. تمام. فهو هنا هيجمع لك المتغيرين دول، هيجمع لك 10 زائد 10. لو جيت عملت رن هيطبع لك ناتج العملية، هتلاقي طبع لك ناتج العملية تحت هنا، قال لك 20. تمام. طيب، عملية الطرح، عملية السالب، تستخدم السالب. 10 سالب 10 بيساوي 0. تمام. طيب، عملية الضرب بتبقى اللي هي علامة النجمة اللي هي شيفت ورقم 8. تمام. دي عملية الضرب. فانت هنا بتقول له 10 في 10 هيساوي 100، هتلاقي طبعا لك 100. آخر عملية معانا اللي هي عملية القسمة. القسمة بتبقى السلاش، تستخدم السلاش كده، بتقول له نمبر 1 على نمبر 2. 10 على 10 هيبقى فيها 1، هيطبع لك 1. لو لاحظت هنا هو طبع لك 1.0، طبعها لك كرقم عشري مش رقم صحيح. تمام. هنعرف ليه بقى من خلال الطريقة التانية. خلينا نمسح البرنت دي. الطريقة التانية هي إنك لما بتنشئ المتغيرين دول بتنشئ متغير تالت عشان تخزن فيه قيمة المتغيرين دول. تمام. فأنت ممكن تعمل int وتسمي المتغير التالت ده result، وتقول له بيساوي number 1 زائد number 2، وتحط السيمي كولون. ولما تيجي تعمل برنت هتعمل برنت للريزلت على طول، وهيطبع لك ناتج العملية بتاعتك أيا كانت العملية بتاعتك بقى، سواء كانت جمع أو طرح أو قسمة أو حتى ضرب. تمام. طيب، بالنسبة لعملية القسمة يا جماعة، انت لو جيت عملت عملية القسمة هنا هتلاقي ان هو مديلك ايرور. طب ليه مديلك ايرور؟ لو وقفت عليها وقرأت كده يقول لك a value of type double can't be assigned to a variable of type int. يعني ايه؟ هنا هو متوقع ان ناتج العملية هيطلع رقم عشري مش رقم صحيح. يعني لو جينا مثلا قلنا 10 على 3، الطبيعي الناتج بتاعها هيكون أرقام عشرية، الناتج بتاعها هيكون تقريبا 3.33. فهو هنا بيقول لك متوقع إن العملية الحسابية تبقى من أرقام عشرية مش أرقام صحيحة. فالمفروض إنك تستخدم دبل، لأن الدبل يا جماعة إحنا متفقين إن هو اللي بيتعامل مع الأرقام العشرية مش الصحيحة. تمام. فأنت هنا تيجي تقول له لأ، هنخليه نوع الداتا تايب هيبقى من نوع دبل. لو جيت عملت برنت للريزلت هتلاقي طبع لك الناتج بتاعه زي ما قلت لك 3.33. تمام. طيب، انت دلوقتي حابب انك تطبع رقم 3 بس، الرقم الصحيح، وتسيب الارقام الكسريه او الارقام العشريه دي. هتعمل ايه؟ هتخلي بدل الدبل هتبقى انتجر زي ما هي، وتيجي قبل علامه القسمه وهتحط له العلامه دي اللي هي هتبقى من زرار الشيفت مع الزرار اللي هو قبل رقم 1. تمام. فهو هنا هيعمل ايه؟ هياخد الرقم الصحيح بس هيطبعه لك، وهيجي يسيب الرقم التاني ده اللي هو الارقام العشريه، الارقام الكسر. لو لاحظتوا كده هتلاقي ان هو طبع لك 3 بس. حتى لو جينا قلنا له مثلا 10 على 10 على 2، او نخليها 9 مثلا على 2. 9 على 2 فيها 4.5. لو جيت عملت برنت هتلاقي طبع لك الأربعة بس، ما طبعش ال4.5. وتأكيدا برضو لو خلينا دي دبل وشيلنا العلامة دي، تمام، لو جينا عملنا برنت هنلاقي الناتج بتاعها 4.5 زي ما احنا ملاحظين كده بالشكل ده. فيفضل ان انت مع اي عملية حسابية لما تيجي تخزن القيم بتاعتها
في متغير تالت يفضل انك تخلي المتغير ده من نوع دبل مش من نوع انتجر، بحيث ان انت لو جيت تقسم تستخدم عملية القسمة ما يطلع لكش ايرور على طول، لا يتعامل معاها بشكل مباشر. تمام. في حاجة كمان يا جماعة، احنا دلوقتي عندنا قلنا انتجر نمبر 1 بيساوي مثلا 9. من ضمن المتغيرات يا جماعة ان انت ممكن تنشئ المتغير من غير ما تديله قيمة، يعني ممكن تقول مثلا انت نمبر 1 وتحط السيمي كولون على طول، مش هيديلك ايرور ولا حاجة. ولكن لو جيت عملت له برنت هيديلك ايرور، لان هو انت مفيش قيمة انت مخزنها جواه علشان خاطر يقدر ان هو ينفذها. بصوا مديلك ايرور. تمام. فانت ممكن تيجي بعد كده لو انت انشأت متغير وما اديتلوش القيمة بتاعته، ممكن فيما بعد تيجي تعمل كده، تكتب اسم المتغير وتقول له بيساوي 1. ماشي. ولو جيت عملت برنت هتلاقي ان هو واخد القيمة بتاعته. كده عملت برنت بالشكل ده، هتلاقي ان هو اخد القيمة 1 وهيطبع لك القيمة 1. حتى برضو تأكيدا لو كانت القيمة دي ب10 مثلا وجينا عملنا برنت، هنلاحظ ان هو طبع لنا القيمة بتاعته. تمام. طيب احنا دلوقتي بنقول ان المتغير من نوع انتجر اللي اسمه نمبر 1 بيساوي مثلا 10. طيب ممكن تستخدم اسم المتغير وتيجي بعد كده تقول له نمبر 1 بيساوي نمبر 1 زائد 1، في الآخر تقفل بالسيميكولون. لو جيت عملت برنت لنمبر 1 هتلاقي طبع لك رقم 11، أخد رقم 10 ده وزود عليه 1، طبع لك رقم 11. تمام. طيب لو حابب تزود على الرقم ده 2 فتقول له نمبر 1 بيساوي نمبر 1 زائد 2، هتلاقي إن هو طبع لك الناتج النهائي ب 12. تمام. طيب أنت ممكن تعمل اختصار لده، فأنت هتيجي هنا تكتب اسم المتغير وتقول له زائد زائد، تحط السيمي كولن. يعني إيه زائد زائد؟ يعني زائد زائد دي يعني زود عليه 1، يعني خد الرقم 10 ده وزود عليه 1. فأنت لما تيجي تعمل برنت هيطبع لك الناتج النهائي اللي هو 10 زائد 1 بيساوي 11. بس كده ده كان شرح العمليات الحسابية. إن شاء الله الفيديو الجاي نتعلم مع بعض حاجة جديدة اللي هي العمليات أو عمليات المقارنة.